السلام عليكم. وصل اليوم الذي انتظره المغاربة كثيرا. اليوم هو يوم افتتاح كأس إفريقيا. اليوم هو يوم البحث على العزة الإفريقية التي استعصت علينا لسنوات وسنوات طويلة. منذ 1976 المنتخب الوطني المغربي لم يفز بأي بطولة إفريقية. اليوم هو اليوم الأول من أجل الفوز الأول وتسجيل 3 نقاط في مجموعة المغرب. اليوم سنلعب أمام جزر القمر، ونحن رأينا بروفا جزر القمر مع المنتخب الرديف في كأس العرب، ونفس المنتخب الذي سيشارك اليوم مع إضافة بعض اللاعبين. لذلك اليوم لابد من الفوز ولا شيء غير الفوز. وسنرى المدرب سي وليد الركراكي هل غير شيئا ما في قائمته، هل استعد لهذا الكان، هل هو جاهز هو ولاعبيه وطاقميه، أم أن السي وليد لا زال في سبات عميق. نتمنى من السي وليد أن يقدم لنا منتخبا آخر، منتخبا جديدا، منتخبا بشغف آخر، لأن كل الضغوطات اليوم موجودة على وليد الركراكي ولاعبي المنتخب الأول بعدما حققوا النجاحات الكبيرة لكل الفئات العمرية، من الشباب إلى الفتيان إلى المنتخب الرديف إلى المنتخب المحلي. كل المنتخبات توجت، لكن المنتخب الأول لم يتوج. لذلك هي كل الضغوطات موجودة على قادة المنتخب الأول وكذلك السي وليد الركراكي. أنا متأكد وليد الركراكي سيقدم لنا شيء مختلف عن المنتخب الوطني المغربي في هذه النسخة. هو يعني جيدا الضغوطات الملقاة عليه وعلى اللاعبين، وخاصة أن البطولة تقام على أرضنا وملاعبنا، لذلك لن نفرط في هذه البطولة. يجب أن نفوز بهذه البطولة بأي طريقة. اليوم تبدأ الرحلة. اليوم سنسجل 3 نقاط ونبدأ مباراة بمباراة تدريجية كما فعلنا في مونديال قطر وكما فعلنا في مونديال العرب الأخير الذي فزنا به. بدأنا تدريجيا ب3 نقاط أمام جزر القمر، ثم التعادل مع عمان والفوز على السعودية، ثم كبرنا مباراة بعد مباراة. وهذا ما نريده اليوم مع المنتخب الأول. نريد أن نبدأ تدريجيا. الأداء لا يهمنا مطلقا. الأداء ما عندنا ما نديرو، الاداء ما عندنا ما نديرو. بغينا النقاط، بغينا الفوز فقط. 3 نقاط في كل مباراه، وبعد ذلك ندخل للدور الثاني لحسم المعركه، للدور الفاصل، لخروج المغلوب والفوز. ونكون واجدين نعمل سيتي مباراه بعد مباراه مباراه، وحنا كنكبر حتى نوصلوا للنهائي ونفوز بهذه اللقب. لان المباريات هنا راه ما كتحسبش بالاداء. هنا في افريقيا فراه خصك تفوز بجميع الطرق، فراه خصك تفوز. ما كيحتاجش الاداء ما غاجيش حتى فلان ويقول لك نعم يا سيدي راه قدمنا ولعبنا واستمتعنا فرانا خصني الكاس. استمتع نمشي للسيرك ولا نمشي لشي بلاصه اخرى، فراه اذا كنت غتفوز بنص هدف فراه انا محتاج بنص هدف ولا تستمتع 90 دقيقه. انا بغيت الفوز، بغيت اللقب فقط بجميع الطرق. كل التوفيق للمنتخب. نحن كل الجمهور المغربي وراء المنتخب، وعلى الجمهور أن يساند المنتخب لمدة 90 دقيقة على أرضية الملعب حتى يقود هذا الفريق إلى الحلم الذي ينتظره الشعب المغربي الذي طال كثيرا. لابد للجمهور أن يضغط. نريد الجمهور كما قال وليد الركراكي، نريد الجمهور الذي يضغط على الخصم لمدة 90 دقيقة، وليس الجمهور الذي يذهب ويستمتع على أرضية الملعب بالتقاط الصور والفيديوهات والأكل وإلى غير ذلك. لا، نريد الجمهور الذي يضغط، الجمهور الذي يضغط لمدة 90 دقيقة. وهكذا سنحقق الحلم وسنفوز باللقب إن شاء الله. وما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة على اليوتيوب وكذلك على الصفحة بالمتابعة والبارتاج. سلام.